مساء الخير أو صباح الخير حسب وقت ما بتشوفونا، يعني عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم على مشكلة تانية برضو ناس كتير سألتني عليها، ألا وهي مشكلة الرطوبة. الرطوبة مشكلة كبيرة جدا، بتقابل ناس كتير جدا، ومصطلح ليه متغيرات كتير. بمعنى أنا الأول لازم أعرف المشكلة اللي عندي دي رطوبة ولا رشح. في فرق بين الاتنين، في فرق بين الرطوبة وفي فرق بين الرشح بتاع المية. رشح مية هو إن أنا عندي سبب بيخلي المية ترشح، سواء بقى ماسورة مية مكسورة، كوع مكسور، محبس مش مربوط كويس، وهكذا. في رشح مية، في مية بترشح باستمرار، ده اسمه رشح. الرطوبة دي حاجة تانية. الرطوبة دي ممكن تبقى ليها أسباب كتير، خلاص كانت موجودة وانعدمت، أو كانت موجودة بس مش هعرف أتغلب عليها. وبيختلف العلاج بتاع الرطوبة، أو بتختلف المشكلة دي على حسب المشكلة الرئيسية اللي السبب فيها الرطوبة. بمعنى إيه؟ عشان يبقى الكلام باين بشكل أوضح. بمعنى لو مثلا مكان الرطوبة ده تحت شباك، غير لو مكان الرطوبة ده في جدار كامل على واجهة، غير لو في الرطوبة دي في جدار كامل على منور، غير لو كانت الرطوبة دي في السقف في المطبخ أو الحمام، غير لو الرطوبة دي كانت في السقف بس في الريسبشن مثلا أو في غرفة من الغرف، غير لو الرطوبة دي في منطقة ما فوق الوزر أو ما فوق السوكولو اللي هو بيبقى راكب فوق السيراميك. بعد ما بتركب الأرضية بيبقى فيه وزر 7 سم كده أو 10 سم، أو السوكولو بتاع السيراميك. ممكن ألاقي الأماكن دي فيها رطوبة. ممكن الاقيها في زاويه من زوايا الحيطه، او في جنب من جناب الحيطه. ممكن تبقى في ظهر المطبخ او في ظهر الحمام، ممكن تبقى في ظهر البانيو، وهكذا. اختلاف المكان بيبقى فيه اختلاف للتفصيل بتاع المشكله. وعشان اعرف احل المشكله لازم اعرف ايه هو سبب المشكله الاول. يعني انا لازم اجيب الموضوع من اوله. ما ينفعش انا عندي مثلا مشكله في رطوبه، وساعات كتير ببقى طالع معاينات في مواقع، بعمل معاينات فبلاقي اماكن فيها رطوبه، فباجي اتكلم مع العميل ان احنا سبب الرطوبه دي وكذا وكذا، بيقول لي لا، ما احنا ممكن نقشره مثلا وندي وش عزل سيلر مثلا او حاجه وندهن، فالموضوع كده خلاص. فبقول له لا، المفروض في المشاكل اللي زي دي علاج السبب اهم من السبب ذات نفسه. يعني علاج المشكله بتاعت السبب اهم مما نتج عنه السبب. يعني ان انا اقشر الحيطه وادهنها والكلام ده كله بسيط، بس انا ما عالجتش السبب اللي اصلا بتيجي منه الميه، او اللي الرطوبه دي حصلت منه. فبالتالي لما تيجي مثلا المشكله تتكرر تاني، او لما يجي مثلا لو هي كانت الرطوبه دي من مثلا الجدار ده على الواجهه، فلما الدنيا بتشتي الجدار ده بيرشح ميه، فالميه بتخش لي جوه تبوظ الدهان بتاع الجدار ده. انا عالجت من جوه في الصيف، وجه الشتاء اللي بعديه، ايه اللي هيحصل؟ هترجع تتكرر لي المشكله تاني زي ما هي. بالتالي انا ما عالجتش. انا بالظبط كده زي ما واحد راح لدكتور قال له انا تعبان فاداله حقنه مسكنه، مجرد ما روح قعد ساعتين مفعول الحقنه راح، هيرجع بطنه توجعه تاني، او هيرجع المرض اللي كان عنده يجي له تاني. فالاهم عندي ان انا اخد علاج، مش ان انا ادي مسكن. فلازم عشان اخد علاج لازم اعرف سبب المشكله ايه. مش هينفع اخد علاج وانا مش عارف سبب المشكله، فلازم ابحث الاول ورا سبب المشكله. فهنستعرض مع بعض كده كم مشكله اللي هم يعني الاكثر شيوعا، او اللي انا ممكن اتعرض لهم باستمرار، وازاي اتغلب على الحاجات دي او مشكلتها ايه. عندي اول واهم حاجه في الرطوبه، او اول مشكله ممكن تقابلني في الرطوبه، اللي هي اكبر حاجه ممكن ان انا اتعرض لها، تمام، اللي هي الادوار الارضيه. لو انا في دور ارضي، وخصوصا لو المبنى ده او المنشأ ده كان في منطقه زراعيه، دي الرطوبه، نسبه الرطوبه بتبقى عاليه كتير جدا، ان الارض او التربه ذات نفسها بتبقى بتطلع الميه على الجدران. يعني دي بتبقى رطوبه او ميه بترشح من المياه الجوفيه اللي في الارض، تطلع تبدا ترشح على الجدران. ودي بتبقى بالنسبه لي اكبر مشكله او اكبر حاجه ممكن اتعرض لها في الرطوبه، اللي هي الادوار الارضيه. سواء بقى ممكن يبقى في تجاري، يعني في محل مثلا، او في حاجه شبه كده، او ان هي تبقى في سكني. الادوار الارضيه، الناس اللي بتبقى ساكنه في الادوار الارضيه بنلاقي على طول باستمرار عندهم اول 40 سم او اول 30 سم او اول 50 سم او اول 80 سم رطوبه، وبتبدا ان الرطوبه دي مع الوقت تنطر البويه. فبالتالي بتبدا الناس تحط حلول كتير. في ناس مثلا بتقول لك انا ممكن اعملها بالحجر، اركب حجر فالدهان ما يقعش، ان انا مش عامل دهان، انا مركب حجر عليه فالدهان ما يقعش. انا كده اللي انا بعمله ان انا بحبس الميه ورا الحجر، مش بمنع الرطوبه. انا كده يعتبر حبست الميه ورا الحجر. فبالتالي بيبقى بالنسبه لي ده برضو اجراء مسكن، بس مسكن لايه؟ لفتره زمنيه معينه. الفتره دي ممكن تطول وتقصر باستخدام الماتيريال ذات نفسه. يعني لو حد مركب حجر مثلا او سيراميك
غير الناس مثلا بيقول لك لا انا مش هينفع اركب حجر، اصل انا عندي اطفال والحجر ده الحيطه بتبقى خشنه. يبدا مثلا يتجه ان هو يركب بلاط مثلا سيراميك او حاجه اللي هو ناعم، فبالتالي لو عنده اطفال او حاجه ما يتاذوش او ما يتعوروش. بس الشكل ما بيبقاش احسن حاجه، الشكل بتاعه ما بيبقاش احسن حاجه. وبرده بيبقى حل مؤقت ان الرطوبه كده كده بتبقى بتفصل الاسمنت او الماده اللي راكب بيها الحجر او البلاطه، فبتبدا الاقي البلاطه او الحجره كلها رجعت مع الوقت والرطوبه بتزيد ومكتومه ما بتتهواش، فبتبدا توقع الحجره او توقع البلاطه اللي موجوده. بالنسبه لي بيبقى حل مؤقت مش حل دائم، في حاجه اسمها حل دائم، في حاجه اسمها حل مؤقت. طيب في بعض الناس بتعمل ايه؟ تقول لك خلاص انا اجلد الحيطه اعمل عليها تجاليد خشبيه، اعمل علفه خشب وابدا اعمل تجاليد خشبيه وابدا ادهن التجاليد الخشبيه، يبقى انا كده بعدت عن الحيطه الرئيسيه. ده حل بيبقى كويس، بس استخدام الماتيريال اللي هو الخشبي في حد ذاته مع الرطوبه الاثنين في علاقه متضاده مع بعضهم. الخشب ممكن ان هو يسوس او يبوظ او يعمل عفونه وبيعمل ريحه وحشه طبعا من الكتمه، وبيطلع حشرات، فبيعمل لي برضو وقت معين وبلاقيه بيعمل لي مشاكل تانية غير مشكله الرطوبه اصلا، اللي هي مشكله الريحه ومشكله العفونه والسوس وخلافه. فمبيبقاش بالنسبه لي افضل ولا احسن حل، غير ان هو ما بيبقاش ماتيريال قوي ان انا ممكن مثلا اعلق عليه شاشه او ان انا مثلا افتح فيه علب كهرباء او بالنسبه لي الموضوع ما بيبقاش افضل حاجه برضه. طيب ايه تاني طيب ممكن يتعمل؟ في ناس بتعمل جيبسيوم بورد، او ممكن ان هي تعلي شويه فتعمل سيمنت بورد، الواح اسمنت بورد اللي هي بتبقى شبه الجيبسيوم بورد بالظبط، وبيتعمل لها شاسيات حديد وبتبدا ان هي تركب الالواح دي وتبقى حيطه قدام الحيطه، على اساس ان انا ابقى بعدت عن الحيطه الاساسيه اللي فيها رطوبه وعملت حيطه ثانيه قدامها. ودي بالنسبه لي بتبقى لو سيمنت بورد بتبقى من الحاجات الجيده جدا اللي ممكن ان انا استخدمها في مشكله زي كده، بتحل لي المشكله بشكل كبير وبيبقى المضاعفات بتاعتها بتبقى قليله جدا. يكاد يكون العيب اللي ممكن يقابلني ان هي ما بتبقاش سيفتي كتير قوي نوعا ما، يعني برضو حته ان انا اعلق عليها حاجه او ان انا افتح فيها علب كهرباء والكلام ده كله ليها قابليه، بس برضو مش احسن حاجه او مش افضل حاجه. من وجهه نظر انا الشخصيه ان افضل حل للمشكله زي دي ان احنا بنعمل ايه؟ ان احنا بنبعد عن الجدار الاساسي وبنبدا ان احنا نعمل له عزل بمشمع، وبنبدا بعد كده نبني طوبه مدماج طوب، بنبدا نبني جدار طوب تاني، بس مش طوبه نايمه، لا بتبقى طوبه على سفح عشان ما اخدش مساحه كبير من الحيز بتاع المنشا، وببدا ابني جدار تاني واقف بعد ما بحط المشمع ده، وببدا بعد كده امحره واشتغل عليه الكهرباء بتاعتي واشتغل عليه الخدمات بتاعتي كلها وامحره وابدا ادهنه، وبالنسبه لي بيبقى زيه زي الحيطه الرئيسيه. العيب الوحيد في الحل ده ان هو بياخد معايا حوالي 10 ل 15 سم من المساحه في الطول وفي العرض، بس بالنسبه لي ده بيبقى حل جذري وبيبقى حل نهائي وفي نفس الوقت امن جدا وعملي جدا ومبيبقاش فيه عندي اي مشاكل. ده بالنسبه للرطوبه اللي في الادوار الارضيه. طيب لو طلعنا للاشكال المختلفه الثانيه من الرطوبه، ايه تاني من الاشكال اللي ممكن يقابلني في الرطوبه؟ اللي هو مثلا ممكن الاقي فوق الوزر او فوق السيراميك عندي في رطوبه ظهرت بعد ما النقاش خلص، فلقيت البويه بتفوش وبتبدا ان هي تقع. طب المشكله دي نتجت عن ايه؟ المشكله دي ممكن يبقى عندي حاجتين هما السبب فيها، ولازم ادور ورا الحاجتين عشان اعرف انهي او ايهما اقرب. اول حاجه ممكن ان الصنايعي بتاع السيراميك اول ما خلص، فالمقاول اللي ماسك الشقه او المهندس اللي ماسك الشقه نزل النقاش يشتغل على طول من تاني يوم، يسحب معجون ويشتغل. المونه او الاسمنت اللي ركب بيه البلاط او السيراميك بيبقى لسه ما رفضش الميه بتاعته، الميه اللي بيبقى راكب بيها المونه او الاسمنت دي بتبدا تنشف، فبتبدا ان هي الميه تنزح على الحيطان وتطلع على الحيطان عشان تتهوى وتنشف. فالرطوبه دي او الميه دي هي اللي بتعمل المشكله دي، ان انا ما صبرتش على الارض لما نشفت، فبالتالي ان انا ما صبرتش على الارض فعملت لي المشكله بعد ما الدهان خلاص او نشف بدات الرطوبه تظهر وتنطر لي البويه او تعمل لي مشاكل في البويه. طب المشكله الثانيه اللي ممكن تنتج عن نفس الرؤيه او نفس الرؤيه بتاعت العيب ده، ان ممكن يبقى عندي تسريب اصلا في الصرف بتاع السباكه، عندي مشكله في الصرف بتاع السباكه. المشكله دي بتعمل لي نفس العيب، بتعمل لي نفس العيب. طب ازاي؟ انا عندي الارض بتبقى راكبه او البلاط بتاع الارضيه او الرخام بيبقى راكب على فراشه رمله، بتبقى فيه فراشه رمله كده من 8 ل 10 سم، ببدا على الفراشه دي ان انا اركب بعد كده البلاطه، احط المونه واركب البلاطه. فلما بيجي يحصل رشح في الاجزاء دي في الصرف، يبدا الميه تبدا تمشي تباعا في قلب الرمله، الرمله تبدا تتبل وتبل اللي بعديها وتبل اللي بعديها وتبل اللي بعديها. طب الرمله دي عايزه تتهوى،
تبدا ايه، تبدا تعمل نفس المشكله بتاعه المونه، فتبدا الميه ترشح لي على الجدران. بس بقدر اميز الاثنين من ايه بقى، ان بلاقي المنطقه اللي هي الخاصه بالخدمات، اللي هي منطقه المطبخ والحمام وحمام الضيوف، او المنطقه اللي اصلا حصل فيها المشكله، بلاقي ارتفاع الرطوبه فيها اعلى من قدام، اعلى من المناطق اللي بعيده عنها. فبعرف ان في مشكله في المنطقه دي، فهي عشان هنا متمركزه فارتفاع الرطوبه فيها عالي، فكل ما بتبعد ارتفاع الرطوبه بيقل، بس بلاقي المشكله ظهرت عندي في الشقه كلها. ما بيبقاش المشكله ان هي في الحمام فهو حوالين الحمام بس اللي بايظ، او في المطبخ فحوالين المطبخ بس اللي بايظ. لا، المشكله ان الميه الرمله بتشرب الميه، تبدا الرمله كلها اللي تحت البلاط تتبل، وبعد كده تبدا ترشح على الحوائط المجاوره، فبالتالي تبدا تطلع لي الرطوبه فوق الوزر او فوق السكن. فدي الاثنين بالنسبه لي الرؤيه بتاعت العيب واحده، بس التمييز ما بينهم بيبقى صعب شويه، ولازم حد بيبقى عنده اكسبيرينس شويه في الحته دي، اخد خبره ان هو شاف دي وشاف دي او احتك بالامرين، فبالتالي يقدر يميز الامر ده عن الامر الثاني. طيب ثالث حاجه في الرطوبه ممكن تكون نتجت عن ايه؟ لو انا مثلا عندي جدار في نص الصاله وملوش دعوه بحاجه، ولقيت مثلا نص الجدار كده بدا ان هو رطب، وبدا ان هو ينطر البويه او ينطر الدهان. طيب المشكله دي ناتجه من ايه؟ المشكله دي ناتجه ان الصناعيه لما تبقى شغاله في الشقه، بيبدا ان هو يخمر او ان هو يعمل التدريبه بتاعه المونه بتاعته، اسمها تخمير ورش المونه. يبدا يحط الرمل والاسمنت والميه ويبدا يخمر ورش المونه بتاعه. المفروض الحاجه اللي زي كده بتتعمل في نص المكان، ما بتتعملش على الحيطه. ان في الناس بتيجي تعمل الحاجات دي على الحوائط، يعني يبدا يخمر المونه ويركن المونه على الحيطه عشان يفضي السكه، فتبدا الحيطه تشرب الميه اللي في المونه. طبعا ورشه على ورشه على ورشه على ورشه، تكون الحيطه او الميه الطوبه اللي في قلب الجدار اتشبعت او شربت ميه كتير، فبعد ما اجي انا اشطب بتبدا الميه دي تظهر لي تباعا، تبدا ترد تاني عشان تنشف، تبدا تظهر على الجدار وتعمل لي مشكله. طيب دي حلها ايه؟ دي حلها ان انا لازم ازيل طبعا طبقه المونه اللي موجوده، واكسر المحاره، واهوي الطوبه لحد ما تنشف خالص. ويفضل طبعا بدون تسخين، اسيبها ان هي تتهوى، او ترفض الميه بطبيعتها. ان التسخين اكتر ما هو بينشف الميه، لا هو بيهربها. يعني ممكن بسخن على الطوبه فتبدا الميه تهرب شمال ويمين على الطوب الجاف اللي في ناحيتها، وبعد ما اوقف تسخين تبدا الميه ترد او ترجع تاني. ما يبقاش حل جذري. الافضل ان انا اسيب الطوب يتهوى عشان يعني يرفض الميه بطبيعته، وبعد ما ينشف ببدا اعزله بانواع العوازل اللي موجوده زي الاديكور مثلا او السيكا. بعد كده ابدا امحر تاني من اول وجديد، وابدا اعمل النقاشه بتاعتي. طيب ايه تاني ممكن اتعرض له مثلا في اشكال الرطوبه؟ يعني ايه اللي ممكن اقابله تاني في اشكال الرطوبه؟ ممكن مثلا نلاقي الرطوبه، وغالبا دي بتقابلنا كتير جدا، تحت الشبابيك. الشباك مثلا اللي على الواجهه، الاقي تحت الشباك دايما في رطوبه، الجزء ده رافض النقاشه بتاعته او في مشكله. طب المشكله دي بتحصل ازاي او نتجت عن ايه؟ غالبا، ودي مشكله بيقع فيها كتير قوي من المقاولين او من المهندسين او من الناس اللي شغاله، بيركب الشباك على حاجه اسمها حلق زفر. يعني ايه حلق زفر؟ يعني عباره عن حلق خشب ما فيهوش اي تفاصيل، ببدا اعمل بيه الدايمنشن او الابعاد بتاعه الشباك واركبه، بعد كده ابدا اركب عليه الشباك. لما تيجي الدنيا تمطر او الجو يشتي، تبدا تنزل المطر على الخشب ده، فيبدا الخشب يشرب الميه ويبدا ينزلها. ان الخشب بعد ما بيستكفى او بيشبع من الميه بتاعته، يبدا ينزلها على اللي تحت منه، اللي هو بيبقى المحاره او الطوب اللي موجود. يبدا الطوب او المحاره دي يشرب الميه، بعد كده يبدا يبوظ من تحت الشباك. طيب الحل بتاع المشكله دي ايه؟ ان انا اشيل الشباك الالومنيوم اللي موجود او اليو بي سي، وابدا بعد كده اشيل الحلق الخشب اللي موجود، واركب جلسه رخاميه او جلسه سيراميك، واامم الحلوق اللي موجوده، سواء سيراميك او ان انا ممكن اممها محاره. بس لا، اهم حاجه الجلسه اللي في الارضيه تبقى رخام او تبقى سيراميك، وتبقى فيها سنه ميول على الخارج، علشان الميه لما تنزل عليها تبدا تخرج بره الحيز بتاع المبنى اصلا. وابدا اركب الشباك تاني، وابدا بعد كده اعزله بالفوم والسيليكون، او اقفل عليه بالفوم وبالسيليكون. فبالتالي انا ضمنت ان الميه دي مش هتبدا تخش لي تاني. ممكن برضو نوع تاني او نوع جديد من الرطوبه يقابلني مثلا في سقف المطبخ والحمام. الاقي عندي سقف المطبخ والحمام دايما فيه مشكله. ده بيبقى ناتج مثلا ان ممكن الدور اللي فوق مني السقيه بتاعه الارضيه في المطبخ والحمام مش جيده، مش كويسه، فبترشح ميه. فبالتالي الميه دي مره مع مره مع مره بتبدا ان هي، طبعا اكيد الدور اللي فوق مش هيبقى فيه عزل في الارضيه، ان هو لو عامل عزل من الارضيه. ودي من الحاجات اللي احنا بننوهوا عليها ضروري في العملاء، ان انت لازم تعمل عزل في الارضيه، إن لو لا قدر الله حصل اي خلل ما تبوظش السقف اللي تحتيك. وعلى فكره السقف اللي تحتيك ما تقولش انا ماليش دعوه بجاري،
يعني من باب حتى ان هو لا مش جارك، خلينا ماليش دعوه بجاري، السقف بتاعه هو الارض بتاعتي، يعني ده لما يقع الارض بتاعتي انا كمان وقعت، انا بقف عليه، يعني هو السقف بتاعه بس هو الارض بتاعتي برضه، فانا لازم احافظ عليه. فلو ما فيش عزل وفي ان هو السقيه بتاعت السيراميك اللي هي الفواصل اللي ما بين البلاط حصل فيها ان هي حاجه فيها فتحت او حاجه مع استخدام الميه بدات ترشح وتعمل مشكله، فبلاقي الموضوع ده ظهر من الدور اللي تحت. فالحل بتاعه برضو ان انا ممكن اجيب صنايع بتاع سيراميك يفتح السقيه بتاعت الدور اللي فوق ويبدا ان هو يسقيها بمواد مخصصه لسقيه البلاط او لسقيه السيراميك عشان المشكله دي ما تحصلش تاني. وطبعا لازم اصبر، مش مجرد معالج اجي تاني يوم اروح جاي عامل نقاشه في السقف، لا لازم اصبر لحد اما السقف ينطر الميه اللي هو شربها، وبعد كده ابدا اعالج نقاش، عشان مش بعد ما اعالج ابص الاقي بعدها مثلا باسبوعين ولا 3 اسابيع بدات البويه تنطر تاني، عشان اوريدي الميه محبوسه في السقف لسه ما اتحشتش. فلازم اصبر مده ان اتاكد ان الميه اللي في السقف خلاص نشفت او اتهوت، بعد كده ابدا اعالج او ابدا اعمل الشغل بتاعي. الموضوع ما يعني مش هيخلص في جزء او في جزئين، ان موضوع الرطوبه زي ما قلنا في الاول كبير جدا وليه تفاصيل كتيره جدا، ومعتمده في الاول وفي الاخر على الخبره، ان انا ابقى فاهم اللي موجود ده ايه وطريقه علاجه ايه. فانا انصح اي حد عنده المشكله دي ان هو مفيش مشكله ان هو يستعين بمهندس او باستشاري، ان هو يجي يبص على الموضوع، هيبقى عنده خبره اكتر، لان ممكن المشكله كبيره جدا بس حلها. يعني انا رحت مثلا مكان قبل كده كان في نفس المشكله دي، المشكله كلها نتجت عن احنا ما صرفناش ولا حاجه، يعني ما فيش مصروف حتى ان احنا نصرفوه. السباك وهو مثلا بيربط الخلاط او في جزء كده ورا الخلاط بيبقى اسمه قصيه، ما ربطش القصيه دي كويس، فبدات ان هي ترشح ميه ما بين الحيطه وما بين السيراميك، الميه بقت تنزل على الجدار وبلت الارضيه وبوظت الشقه كلها وعملت مشكله كبيره. فلما العميل اتصل ورحنا بصينا وكده على المشكله، لقينا ان هي القصيه مش عايزه، يعني مش مربوطه كويس، مجرد ان جه حد ربطها كويس وربط الخلاط تاني خلاص احنا منعنا السبب وبدا الميه تنشف، وبعد كده عالجنا المشكله والموضوع انتهى. فممكن انا الاقي المشكله كبيره بس هي حلها بسيط جدا، ممكن يكون ما فيهوش مصروف اصلا، حاجه مثلا عايزه تتربط شويه سقيه زي ما قلنا في البلاط او ايا كان، ممكن يبقى الحل بسيط، وممكن يبقى الحل لا قدر الله في مشكله كبيره. فبننصح اي حد ان هو يستعين بشخص يكون فاهم وعنده درايه في الموضوع ده عشان يقدر يحل المشكله دي. انتظرونا ان شاء الله المرات الجايه، هنتكلم ان شاء الله عن مواضيع تانية في نفس الاختصاص. السلام عليكم.